صباحكم اخوتي. بون صح فطوركم اخوتي. عجبكم الباك جراوند الجديده؟ بون هي هذه سيري جديده. الفكره تاعها هي اني مانيش حامل هذا الكرسي. الفكره تاعها انه نحكم روايه ونرويها لكم. ما نتاع العباد اللي يعجزوا يقراو لي هنا انا نقرا في بلاصتكم. واول روايه راح نبداو بها هي ارض زيكولا من عند الكاتب عمرو عبد الحميد. هذا الكاتب شيكور وروايته قريب كاع شابين. سيرتو هذه تما خيرت باش نجوزوا بها رمضان. الناس اللي قراو الروايه باينه بلي حنزيد عليها شويه فكاهه بس باش ما تسمعش تما سيعرفوني. وبطل هذه الروايه هو خالد، متخرج من كليه التجاره بالقاهره. هكاك بيان خالد. وانا حنكون الراوي، حنروي الاحداث. خالد شاب يتيم في 28 من عمره. تبدأ الرواية بخالد هو في الغرفة تاعو، كان يكتب في ورقة: رفضت للمرة الثامنة ولنفس السبب. كان يكتب في هذه الورقة باش يلصقها قدام 7 ورقات واحد اخرين كاتب فيهم نفس الشيء: رفضت للمرة الاولى ولنفس السبب، وهكذا. وتحت هذو ال7 ورقات ورقة كبيرة مكتوب فيها: والسبب والد منى. شكون هذه منى وشكون هذا خالد؟ من خالد كقاع الشباب عجبته واحدة في البداية تاعو في الجامعة وحب يخطب، لكن كان دائما يقابله مشكل. في الخطبة الاولى لخالد: هو انت عاوز تتجوز بنتي؟ لا جيت نشري الخبز. شو هو كويدر؟ عاوز تتجوز بنتك؟ هو ايه الفريد فيك يا فريد؟ شو يعني عارف انا مشي خدام بس احاول غير ندبر خدمه ومن وعندي اعفاء عسكر ما مشي حاوسوا عليا والله. وانتهت الخطبه الاولى بالرفض. خالد هنا حسب له كان مشكل تاع خدمه. سير عجل خدمه رفضني منه، تسمى ندبر خدمه نعاود نصدم ليه. ندبر خدمه برك. في الخطبه الثانيه: هو ايه الفريد فيك يعني؟ وانتهت الخطبه الثانيه بالرفض. خالد بقى على هذه الحاله 8 مرات. في الخطبه الاخيره تقلب: وش حابني ندير انت؟ فهمني شنو الحاجه الفريده هذه اللي تحوسها؟ حابني نروح نحارب في العراق؟ فريد ما كاش فريد في الحومه، كاين خالد مثالي. يا انا ديجا بقى على هذه العقليه دوك تبور لك، تبقى هكا تبور لك. هو ايه الفريد فيك يعني؟ خالد قتلو التخمام وما عرفش كاع وش هذه الحاجه الفريده اللي راهو يحوس عليها اب منى. هذا وش حابني ندير دوكا؟ حابني نسرق بونكا؟ حابني نلقى كنز؟ ما فهمتش انا. فريد كل ما نروح ليه فريد. انا خالد واش بيك ماكش قاعد تدور في الدار يا ودي؟ هذه كاع منى دارت فيك هاك يا اخي فرويد. ادفر روحك في السرداب وخلاص. دارت فيك كاع هاك السرداب واش بيك يا طفل؟ جدي تشفى هذاك السرداب اللي كنت تحكي لي عليه كنت صغير؟ هذا جد خالد. السرداب السرداب تعرفوا سرداب فوريك؟ هذاك اليامات. يا وش فكرك بالحكايه هذه؟ جدي تقدر تعاود تحكي لي الحكايه دوكا؟ حنباب. ولدي كنت بكري انا و4 اصحابي. كنت جان باغي كنت طوايشي. كنت انا و4 اصحابي كنا طوايشيه وسمعنا حكايات على هذا السرداب بزاف. سمعنا بلي فيه الجنون والعفاريت وسمعنا بزاف هدار عليه. مي العفسه اللي كانت شادتنا انه السرداب كان لبنادم مرفه وكانوا يخبوا فيه الكنوز ومنا انا الدراهم ما تلعبليش. فهمت انا و4 اصحابي قلنا صاي نهبطوا. ميكي هبطنا في السرداب بالعقل بدات تضيق فينا النفس. ما فهمناش وش نحس. سيينا نكملوا من النفس باقيه تضيق فينا حتى تفضوا. وهرب الطاهر ما تلفتش وراك اخوي. وما عليها ما زدناش رحنا قال السرداب بس كتفضى وقلنا صاي جن خرج فينا. خالد بعد هذه الهضره راح متحمس للشومبرا تاعو. صاي السرداب فوريك هو الحل باش نبين البابات مونا بلي انا شيكور. كان يفاريدني ما يكسر ليش راسي. ندخل هذا السرداب ندبر دراهم منا بصح بالك السرداب يكون مسكون فاني ما فيه والو. هبط نشقى باطل يعطي فيه الهضره هذيك كاع ما فيه والو. مشكيتش يكون فيه كنز سير فيه كنز ونهبط نصدم ندي نخلطها انايا فيه. المهم يسموني ندخل سرداب فوريك باش نبين البابات مونا بلي انا هو الفريد لو يحوس عليه. في هذه اللحظات جد خالد سمع كلش بصح ما نخلع ما حتى حاجة. كجيته عادي انه خالد روح حاب يدخل سرداب فوريك وحده. طلع الصباح كان جد خالد نايض لانه صلى الفجر ورياح. خالد دخل عليه ويس قهوة. جدي زعما لو كان هاكا نروح نسافر منا ولا نخليك وحدك تقدر تعيش؟ لا راك مسافر شو هيك شغل؟ لا غالب جدي الواحد راهو ماهوش عايش قاع مليح هنا في ذي البلاد. بصك فاحتة بنت لك على السفر وحدك يا ودي يا جدي والله المعيشة مش عم باك ديجا واش نخدم
عم بالك نخدم رفاد، رفاد تاع سلعة ما يروحش بالك بعيد. بس المهم نخدم رفاد يا جدي بزاف كرهت انا. اكسيرك حاب تسافر ولا حاب تدخل سير دافوريك؟ سير وش لا لا يا ودي اصبر. لا وش من سير داب تو بابا كيف بابا. الفرق الوحيد بينك وبينه اني ما عرفتش باباك بلي كان حاب يروح للسرداب، غفلني في نهار ودي ماك وراحوا دخلوا لسير دافوريك، وبدات الهضرة تمشي بين الناس باللي باباك ويماك ماتوا في حادث ومزية ما تداوكش معاهم. مي هما في الصح دخلوا السرداب. بابا يما دخلوا السرداب. هذه تاع السرداب يا وليدي جاية فينا قاع، في انا فيك انت في باباك، حنا نحبوا نستكشفوا هكا قاع حابين ندخلوا السرداب. وما تقدرش تقنعني بليك حاب تدخل السرداب على جل منى هذه ولا جل باباها، تصدقني. والنهار اللي تعولت تدخل السرداب صح كولين نعيط لك الواحد يعرف السرداب خير مني وخير من اي واحد اخر، درجة اللي انا مسمينه مجنون السرداب. قهوة غوستو تشربها خلاص بديت نطلق غمالتي. يا ربي فاصل اعلاني. خالد بقى مصدوم من كمية المعلومات اللي اداها من عند جدو، بلي ما وباباه ما ماتوش بل دخلوا السرداب فوريك، وبلي هما قاع يحبوا يدخلوا السرداب هذا. مي خالد زادت تصدم اكثر لانه منى عيطت له وقالت له بلي باباها قبل بدكتور جا خطبها، وما قالوش قاع هذه حكاية شخص فريد ومش عارف. خالد كان حاس انه بابات منى ما كانش حابه وهو برك ما كان مدخل الشخص الفريد ولا مش عارف. خالد تقلق وندم على النهار اللي كان يكتب هذوك الورق، كان يخطب ويعاود ويقول بالك هذه المرة يقبل. جدي انا صاي اني حاب ندخل السرداب فوريك بصح ما على المنى ما جحتها صاي بزاف. هما مش حابيني انا مش حابين. هذا وين فوقت 8 مرات وجهك يطلص، هذا وين فوقت وجهك مسلف. المهم مزية اللي فوق هو ورا هذاك البنادم اللي قلت لي هو يعرف السرداب. ما تخافش يا خالد هذاك البنادم راهو هنا وسمعنا قاع وش هدرنا. دوك نعرفك بيه مو خليكم تهدروا واحد تسمى انت هو مهبول السرداب. اخطينا ما تصارت مهبول هذه تاعك كي جدك في زوج تعيو. شوف يا خالد في الحقيقة أنا وجدك ما دخلناش السرداب فوريك تاع الصح، حنا دخلنا البرك القبو قبله. تسمى جدي ما دخلش السرداب فوريك؟ لا أنا لا جدك دخلنا للسرداب، ما كناش حابين نقولوا له برك باش بسكو هذه العفسة لو حاسة إنجاز في حياته، لو كان نقولوا له روح يزعف ولا يدبرس ما نعرف. وكتشوف هذا الكتاب فيه كلش على سرداب فوري، كيف حتى تدخل وتوصل ليهم منه، لانه يحكي حكاية بنادم دخل السرداب قبلي وقبلك وقبلنا قاع. وحكى وش في السرداب؟ لا ما حكاش. هذه العفسة اللي ما كاش في الكتاب لانه كتاب ناقص. العفسة اللي نعرفوها على السرداب انه بناه شخص بكري كان اسمه فوريك، باي كان عنده دراهم. خليني نكمل نحكي يا وجه الشر. صايت هذا فوريك بنى هذا السرداب وخبى في املاكه وقاع، وبنى السرداب بطريقة بزاف شيكورة، جاب ماسو شيكور. السرداب هذا تقدر تدخله غير كيكون البدر مكتمل، ولازم تكمل تهبط في هذاك القبو قبل، لانه بعد القبو كاين سرداب فوريك تاع الصح. وعلى لازم نروح في الليله اللي يكون فيها البدر مكتمل بس كيف مليح تقدر تشوف داخل سرداب فوريك، لانه سرداب فوريك مظلم. خلاص وتصيب السرداب في بيت مهجور، الاصوار تاعو شويه عاليه بصح معليش تقدر تطلع. صحيت يا رايح وين مسافر تروح تاعي وتولي طرننا شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي طرننا. يا زوليخة كنت نغني لك هذه اغنيه بكري. شكون هذا لو يطبطب على 5 تاع الصباح؟ يا منى وش جابك على 5 تاع الصباح يا طفله؟ هامله وحدك في الليالي. هنا منى جت تقول جد خالد بلي باباها اونفا قبل بخالد، وبلي قدرت تقنعه بفكره انه هي تتزوج خالد وما كاش حكايه الفريد هذه ومنها. ما تمسخريش بس هذا الصور ماشي عالي شويه. واش ثاني دوك ندني هذه الحجره. ولا غير دوك لازم نلقى سرداب فوري قبل ما تضيق فيا النفس كيما ما قدرتش. هيك دخلت السرداب. اي
راني في سردافوريك، والله غير انا شيكور. وصلت لسردافوريك. تسمى هذا هو سردافوري. والله غير واسع بيان، بسبب الضوء تاع القمر راني نشوف شويه لاباس. ولا غير صح الضوء تاع القمر ويدخل هنا. هي با حدوتي السكيلت هذي وش جابها هنا؟ اصبر، هذا زعما ما يكونش يما ولا لا ما. خالد خلينا من هذا التخمام يا حباب. يبا حاد يو تصويره وقيل تا هو عمي فوريك. ايوا شو نبريزونتي لك روح. شو يا عمي فوريك؟ انا هو السي خالد، ماشي تاع مسلسل يما. انا الشاب خالد. لا الشاب خالد يغني. لا شو انا هو خالد اللي دخل السرداب تاعك وراني نحوس على دراهمك. متالي ما قول لي دراهمك وراهم صح يا يما. اصبر ما تفهمناش بلي كاين الزنازل هنا. قلع اهرب هذاك تبقى غير تجري. يا بالضبط اجري. بيا كنت تحت الارض دوكا خرجت في الصحراء دوك. وش وراني دوكا ورا بالك اني في الطرف تاع الصحراء تاع مصر ولا دوك لازم نلقى كاش بنادم نسقسيه. خاوتي يا حبابكم قولوا لي ورانا ما باله هذا الغني وحده في الصحراء. غنية يا ودي انا في السعودية وش فيكم تهضروا كما فيلم الرسالة؟ أترى هؤلاء الأغنياء يتكبرون علينا دوما، يرون بأن ذكاءهم أعلى درجة منا. أصبر قال له أغنياء ومن ما كشفني فاني داير راني مترب. هل لديك طعام أيها الغني؟ طعام ما عنديش ساعة. عندي 100 ميل تحبوا نعطيكم تشرو. ياك لاها تاكل الدراهم متايا. درهم؟ ما معنى درهم؟ مهابل يا حبابكم قولوا لي وين نلقى كاش بلاصة هكا نريح ولا غشتم ماكمش عارفين من ورانا. أكمل على المسير من هنا وسوف تجد أرض زيكولا الملعونة. أرض زيكولا؟ ولك تلعن في البلاد يا أخي مهابل يا. أوف وين كانت هذه البلاد قاع ولا جامي شتا في حياتي.